الجزائر كتحاول تخطف الجوهرة المغربية من جديد. أمين الوزاني، إلا بغيتي تعرف كل التفاصيل تبع معايا الفيديو حتى الأخير ويلا نبداو. مؤخرا شهدت الساحة الكروية واحد المستجدات مثيرة بعد ما أعلن المدرب طارق السكيتيوي عن لائحة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس 2024. الكل تفاجأ بغياب اسم أمين الوزاني. هذا الغياب خلى الجامعة الجزائرية تحاول تستغل الفرصة وتخطب اللاعب المغربي من جديد. قبل ما نكملوا الفيديو لايك سبسكرايب باش يوصلك كل ما هو جديد إن شاء الله، ويلا نكملوا. الوزاني اللي كيتعتبر من مواهب الصاعدة بقوة في الكرة المغربية كان محط الأنظار بعد الأداء الرائع ديالو في المباريات الأخيرة مع المنتخب المغربي الأولمبي وكذلك ناديه الفرنسي جانجون. ولكن الحقيقة اللي خلاته يغيب على الأولمبياد هي أن ناديه الجديد سبورتينغ براغا ما سمحش ليه يلعب في أولمبياد باريس مع المنتخب المغربي الأولمبي. في هذا الوقت الجامعة الجزائرية كتحاول تستغل عدم الاستدعاء ديالو وتضغط عليه باش يغير الوجه ويمثل المنتخب الجزائري. الضغوطات كبرت بعد ما شافوه كيتألق وأبان على القدرات الهجومية الكبيرة اللي كيتوفر عليها، اللي خلت الصحف الجزائرية كتركز عليه وتروج للأخبار لمحاولة الجزائر باش تضمه. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على علم بهذه المحاولات وعارفة أن أمين الوزاني كيبقى هدف رئيسي للمنتخب الأولمبي وكذلك المنتخب الأول، ولكن القرار الأخير كيبقى بيد اللاعب اللي كيأكد في التصريحات السابقة ديالو أنه كيبغي المغرب وعنده رغبة كبيرة في تمثيل الوطن. مع كل هاد التطورات غيبقى السؤال مطروح، واش غيقدر المغرب يحافظ على الجوهرة أمين الوزاني أمام الضغوطات الجزائرية؟ الايام القادمه غتكون حاسمه باش نعرفوا مصير هذه الموهبه الكبيره. ولهنا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. ما تنساوش لايك سبسكرايب باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله، ودمتم سالمين.